السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم غادة من قناة منوعات غادة شعراوي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم ريفيو عن فرن الكهرباء، اشتريته جديد فحابة اقول لكم شوية تفاصيل عنه. انا جايباه، هو مكتوب اهو المصنع المصري للصناعات، الوكيل الوحيد لشركة كوميتال التركية، اسمه ايلوكس. كان عليه عرض، فحابة كنت اقول لكم يعني استخدمته حلو كده، اقول لكم يعني عليه شوية معلومات. انا بفتحه معاكم اهو. مبدئيا شكله جميل مش وحش. دي التايمر بتاعه اللي هو الوقت، ودي درجات الحرارة من 100 لحد ماكس بعد 240. ودي الشواية بقى اللي عايزاها فوق وتحت، عايزاها تحت بس فوق بس. العلامة السوداء المظللة هي دي اللي ايه يشتغل عليها. ودي يد جاية، بتبقى جاية مفكوكة طبعا، ركبتها. انا بوريكم ان هي ايه، وبوريكم ان في كده في زي تظليل كده اسود في الجنب، بيقولك درجات الحرارة بالاكل، يعني بيستوي بدرجة حرارة ايه، اللحوم الاسماك. ودي بدل الصاجة اللي هم عاملينها، عاملين صينية يعني شبه الجرانيت شوية، هدية. وهو بيقولك دي مكوناته تركية لكن هو تقفيل مصري. جاي معاه الكتالوج، وجاي معاه الورقة اللي فيها أماكن الصيانة كلها، متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية، في أسوان وهنا في كل حتة. ودي الشبكة بتاعته، ودي الصينية اللي هي بدل الصاجة اللي بتبقى جاية في الفرن. جميلة بردك وعملية. عملت فيها الحواوشي، عملت فيها أكلات كتير طبعا. اتأخرت عليكم في الفيديو، بس أنا يعني حبيت إن أنا أقول لكم. استخدمته في كذا أكل. عملت بيتزا، عملت فيها لحمة، عملت طاجن فشة فيها. فما شاء الله عليه كويس، ودرجة حرارته كويس. ده تصميمه من الجناب، وده من ورا. في تجويف، كنت انا بهزر هنا وبقول لكم يعني عامل زي البطيخ. ده طبعا اي فرن انتوا عارفين ان هو بيبقى بألف وألف وميتين، وفي طبعا امكانيات اعلى بتبقى باسعار اعلى. ده انا كنت جايباه من بيم، عليه عرض ب600. فكان كويس جدا، واستخدامه رائع بصراحة، يستاهل ومش غالي. ده طبعا صينية اللحمة بالبصل في الفرن، وطاجن الفشة، ودي البيتزا عملتهم فيه. عملت حواوشي رائع رائع، عملت مكرونة بشاميل رائع 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 بصراحة. واي حاجة يعني بتاخد ليها عمر افتراضي وبتنتهي، يعني اي حاجة، بس هي انا استخدمته ما شاء الله. درجة حرارته مريحاني، يعني هي مش عالية جدا مش زي الفرن العادي عشان اكون صريحة، بس كويس يعني، وبيسعفني في حاجات كتير اوي بصراحة. يا رب اكون افدتكم، مطولتش عليكم النهاردة. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه وامنه. باي باي.